السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم مع هذه الحرارة وهذا الجو جيت لكم بواحد العصير أو باردة باش معروف. هذا العصير هذا يعني ساهل واقتصادي في متناول الجميع. عندي كمية ديال السكر، يعني راه 5 لتر اللي غندير ديال العصير، وانتم يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا السكر على حسب الذوق. وكنأكد لما يكون بارد 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 يكون ديجا حاطينه في الكونجيلاتور. صافي عندي هنايا الليم هي ديك سنيده حامضه، وعندي هنا 2 حامضات معصراهم، لكن ما كيديرش فيها الناس حامله، ما عندكمش ماشي ضروري. انا عندي متوفر الحامض درتو. عصرت دوك 2 حامضات وصفيتهم وزدتهم على داك المعلقه تاع السنيده الحامضه، والروح تاع الحامض راه من لا يعرفها. النكهه اللي بغيتوها هاد بريده الاغلبيه كتجي فيها غير ديال الحامض. صافي هذيك البواطه كديروها كلها ديال النكهه وصافي ولما كنأكد يكون مثلج باش كتطلع زوينه. الا ما كانش الماء مثلج راه يمكن لكم تصايبوها وحتى تحطها في الكونجيلاتور حتى تبرد. وبلي كديروا هاد العناصر كامله، السكر والحجر الليم يعني سنيده حامضه، والروح تاع هذيك النكهه الملون، وانا درت الحامض. يمكن لكم الا ما عندكمش الحامض ما ديروش. ونسيترو تاع الحليب المعقم ماشي سونطرال، يعني حليب معقم. وصافي كتنخضوا مزيان وكتزيدوا تكملوا بالماء، كتعمروا دوك 5 لتر. كنأكد ضربوها مزيان باش ديك السنيده تذوب ويندمجوا العناصر كلهم. وصافي دابا العصير ها هو وجد. كيجي بارد وكيجي منعش واقتصادي في متناول الجميع. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الاهل والاحباب والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.